بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وأبطال طلبة سنة 5، أهلا وسهلا بكم مع أول ليسونز في سنة 5. مستر ممدوح مدرس الماس بيبدأ إن شاء الله معاكم، وبقول بإذن الله هيكون معانا السنة دي إن شاء الله ناس مقفلة كتيرة جدا، طبعا بالمذاكرة، يعني مش بالتمني. أنا أتمنى إن حضرتك تكون متفوق جدا، بس لازم يكون شوية مجهود معايا. ان شاء الله تستمتع معايا كويس وتكون فاهم. حاول تحل لوحدك كتير، لان الماس مش حفظ، الماس كتر حل. تعالوا مع بعض نشوف اول ليسون. بيقول لي decimal to the thousandth place. the thousandth what place، يبقى ده تايتل جديد انت ما شفتوش في سنه رابعه. برايمري 4 خدت التنسز والهندرسز، ما خدتش الثاوزندز. هحكي لك الحكايه بتاعت التنسز الاول عشان تفتكر معايا. لو عندي 1 بار كده 1 هول وعملته ديفايدد ل 10 ايكوال بارتس، واخدت 3 بارتس عملت لهم شادنج، وقلت لك زي ابتدائي اولى وثانيه وثالثه حاول تكتب الايكوال او الكالرد بارت ده على شكل فراكشن. كنت تكتبه ازاي؟ تعمل لاين صغير وتكتب تحت منه 10. وليه 10؟ عشان البارتس بتاعتي ايكوال ايه يا ابطال؟ ايكوال 10. طب الكالرد كام بارت؟ 3، يبقى 3 تنس. وده كنا بنكتبه السنه اللي فاتت 3 فوق و10 تحت، او كنا بنقراه 3 تنسز وكتبناه بالشكل ده 0.3. ايه موضوع الزيرو يا مستر؟ عشان هنا ما كانش فيه حاجه، ما كانش فيه 1 او 2 او 3، كنا بنقول عليه السنه اللي فاتت لو كان جنبيه رقم هنا كنا بنقول ميكسد. هنا السنه دي او المساله اللي قدام منك كان ما فيهاش نمبر، فحطيت مكانه زيرو، وحطيت البوينت بعد الزيرو وكتبت النمبر اللي فوق ال10، يبقى 0.3. كنا بنقراها السنه اللي فاتت 3 تنسز. 3 تنسز. الهندردز عندي بار كبير بوكس وتقسم الى 100 بارتس كلهم ايكوال. اخدت شويه منهم وعملت لهم شادنج، وقلت لك عد لي الشادنج اللي موجودين، هتقول لي 24. من كام كله يا مستر؟ من 100. يبقى 24 اب وال100 داون. كنا بنكتبها السنه اللي فاتت 24 اوفر 100، وكنا بنقراها 24 ايه؟ هندردز. وكنا بنكتبها زيرو. وليه زيرو زي ما قلنا؟ عشان هنا مفيش حاجه، بوينت وبعد البوينت بنكتب ال 24. تمام كده؟ حلو قوي. يبقى احنا السنه اللي فاتت خدنا بوينت و1 ديجيت، وخدنا بوينت و2 ديجيت. السنه دي بناخد ايه بقى في سنه 5؟ السنه دي هناخد حاجه جديده، هنزود ديجيت بعد البوينت. يعني السنه اللي فاتت خدنا بوينت ورقم، والسنه اللي فاتت خدنا بوينت ورقمين. السنه دي ان شاء الله هناخد بوينت و3 ديجيتس زي ما انت شايف كده. ايه بقى موضوع السيرد ديجيت ده؟ ده اللي هنكتب فيه الثاوزندز بتاعي. فكأنك تخيل ان انت عندك بار كبير وقسمته 1000 بارتس، وعملت شادنج لل 467، وبقول لك حوله لديسيمال. حوله لايه؟ لديسيمال. يبقى ده فراكشن، حوله لديسيمال. احوله لديسيمال ازاي يا مستر؟ سهله والله خالص. في هنا حاجه جنب الفراكشن؟ لا مفيش، يبقى نكتب زيرو وبعدها بوينت. مين اللي فوق ال 1000؟ 2 ديجيت ولا 3 ديجيت؟ خد بالك، لو 2 ديجيت هيبقى لها طريقه، لو 1 ديجيت لها طريقه، لو 3 ديجيت لها طريقه. هم 3 ديجيت يبقى نزلها على طول، ما تخافش. ولما تيجي تقراها هتقول ايه بقى؟ عادي. احنا كنا بنقراها هنا ازاي؟ بنقرا اللي فوق 467 ايه؟ thousands. تمام كده؟ يبقى هنا 467 thousands. هو مش عايزك تكتبها بالوورد، هو عايزك تحولها بس لشكل الديسيمال الجديد. يبقى ايه الجديد النهارده؟ الثيرد ديجيت. ادي البوينت، ادي اول ديجيت، ادي تاني ديجيت، ادي تالت ديجيت. يبقى الثيرد ديجيت بعد البوينت اسمه ايه؟ ثاوزندز. يبقى مين اللي موجود في التنسز؟ ال4. مين اللي موجود في الهندردز؟ ال6. مين اللي موجود في الثاوزندز؟ ال7. تعال ناخد اكزامبل تاني. بيقول لي 805 اوفر 1000. عايز نحولها نخليها فراكشن؟ لا هي مصر فراكشن. خليها ديسيمال، يبقى نكتب 0.5
اقول تاني 0 بوينت ليه ولا خلاص عرفناها؟ اقولها تاني عشان مفيش حاجه جنب الفراكشن من هنا، مش ميكسد. طيب كام ديجيت فوق؟ 3 ديجيت، اكتبهم على طول. طالما اللي تحت 3 زيروز، ادي 0 وادي 0 وادي 0، وفوق 3 ديجيت ادي 1 2 3، يبقى النمبر اوف ديجيت فوق قد النمبر اوف زيروز تحت، يبقى على طول نكتب 0 بوينت ونكتب ال 3 ديجيت اللي فوق. القرايه بتاعتها بتكون ازاي؟ اقرا 805 thousands. برافو. نمبر 3 برضه لسه 3 ديجيتس فوق، هنكتب 0 بوينت ونكتب 119. خلاص يا مستر حفظناها دي. السؤال الرابع هو برضه 0.672. الجديد 2 عشان هو اللي جاي في الثيرد ديجيت اللي هو الثاوزند، والجديد من هنا اللي هو 9 عشان جاي في الثيرد ديجيت اللي هو الثاوزندز. يبقى مين اللي في الثاوزندز هنا؟ 7. مين اللي في الثاوزندز بليس؟ ال 5. مين في الثاوزند بليس؟ ال 9. مين في الثاوزند بليس؟ 2. تمام يا ابطال؟ تمام يا مستر. اطلع معايا على سؤال تاني. ابتدى يحط لك فوق الفراكشن 2 ديجيت بس. طيب سهله برضو. هنعمل ايه يا مستر قبل ما نكتب 0 بوينت؟ هنزود 0 في الليفت هنا عشان يبقى كده 3 ديجيت. يبقى من تحت فيه كام ديجيت؟ كام 0؟ 1 2 3. من فوق كام ديجيت؟ 1 2 3. كده متعادلين يا مستر؟ متعادلين. يلا نكتب مع بعض 0.0 عشان مفيش حاجه هنا، واكتب ال 3 ديجيتس اللي من فوق 0.067. او ممكن نقرا دول ازاي؟ مالناش دعوه بالزيرو لان الزيرو في الليفت بالنسبه لمين؟ لل 67 في الليفت يعني ملوش فاليو. طب نقرا يا مستر؟ نقرا 67 thousands. تمام. برضو دي زيها هنزود 0 وهنكتب 0 بوينت ونكتب 0.85. كده بقت 85 thousands. بفكرك تاني ان ال 5 دي جديده عشان موجوده في الثيرد ديجيت اللي هو مين؟ الثاوزندز. هنا في حاجتين. الحاجه الاولانيه زود لي نمبر في الميكسد بتاعك اهو، ده كله اسمه ميكسد نمبر، فزود جنب الفراكشن زود 2 وفوق في 2 ديجيت بس. يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنزود 0 هنا عشان يبقوا كام ديجيت؟ يبقوا 3 ديجيت وتحت كام زيرو؟ 3 0. طيب نقرا ازاي او نكتب ازاي؟ اكتب 2 الاول. كل مره يا مستر بنكتب 0، المره دي بنكتب 2 هنكتب بوينت، هنكتب ال 3 ديجيتس اللي فوق 0 6 7. القرايه بتاعتها بتكون بقى ازاي؟ ما هو لازم ناخد حاجه جديده مش كل مره تبقى زي اللي قبلها. هنقرا من هنا. القرايه بتكون من ناحيه الشمال. اللي قبل البوينت 2 والبوينت نفسها كنا بنقول عليها السنه اللي فاتت اند، وبنقرا دول عادي جدا 67 ونقول البليسز اللي وصلت لها. دول 3 ديجيت يا مستر، يبقى 67 thousands. 2 and 67 thousands. دي زيها برضه يا مستر. هنكتب ال 16 بوينت، وقبل ما اكتب الرقم اللي فوق هزود جنب منه 0 ونكتب 16 and 58 thousands. مين الجديد النهارده؟ ال 8. مين الجديد تاني؟ 7. مين الجديد؟ هنا 7. مين الجديد؟ ال 5. تمام يا مستر؟ ان شاء الله تمام زي الفل. برايمري 5 خلي بالك معايا بقى. رايت ان ديسيمال وجايب لي المره دي 1 ديجيت. جايب لي ايه؟ 1 ديجيت. انا عايز النمبر اوف زيروز بتاعتي كام؟ 3. يبقى انا عايز من فوق 3 0. ما نحطش بقى الزيروز اللي هي جايه عشان تكمل لي او تحل لي مشكلتي، ما نحطهاش في اليمين، نحطها في الليفت عشان ما يبقاش لها اي فاليو. ادي الحركه الاولانيه، خليت النمبر اوف ديجيتس فوق زي النمبر اوف زيروز تحت. بس كده خلاص. يلا بقى نكتب. هنا في ارقام؟ لا يا مستر، يبقى نكتب 0 بوينت ونكتب اللي فوق 008. يلا نقرا مع بعض. هنا مفيش نمبر، مفيش 1 2 3، هي 0. يبقى هنقرا ال 3 ديجيتس دول مع بعض. يا مستر ده هو ديجيت واحد بس. ما هو في 2 زيروز قبل منه بس ما نقراهمش نهائي. اللي بيتقري النمبرز العاديه بس. دي كام؟
8 ايه thousands عشان دي جايه في انهي ديجيت؟ في الديجيت الجديد اللي احنا خدناه النهارده اللي اسمه thousands. نمبر 10 محتاجين كام زيرو يا ابطال؟ شاطر. حد رد عليا اهو قال لي يا مستر محتاجين 2 زيروز عشان يبقى كده 1 2 3 1 2 3. على طول يا مستر اكتب 0 بوينت، خد نفس، اكتب ال 3 ديجيتس اللي فوق 0 0 7 تقريبا دي زي دي بالظبط. نمبر 11 هنكتب 23 بوينت، نكتب 23 ايه؟ بوينت. محتاجين كام ديجيت فوق؟ محتاجين 2 ديجيت، يبقى نزود 2 زيروز. عد كده يا بطل 1 2 3 1 2 3. اكتب النمبر اللي فوق اللي هو 8 يبقى 23 and 8 8 وات؟ 8 thousands. برافو. نمبر 12 في هنا هول اكتبه الاول، اكتب البوينت بتاعتك الجميله، خد نفس عميق، اعمل توازن ما بين اللي فوق واللي تحت. 1 2 3 1 2 3 يبقى هنا 1 2 3. اكتب ال 3 ديجيتس اللي هو 0 0 7. اقرا معايا كده، هنقرا دول الاول عشان دول هول. 712 and 7000. تمام يا ابطال؟ يا رب نكون فاهمين، درس سهل. عادي رايت ان ديسيمال برضو، وجاب لي هول نمبر، اكتبه الاول 4 2 6 بعديه بوينت. اكتب 53 على طول يا مستر؟ لا، لازم اديلها الزيرو اللي هي محتاجاه عشان يبقوا 3 تحت و3 فوق. يبقى 0 53. طيب هنا الهول نمبر كام؟ 169 169 بوينت. محتاجين كام ديجيت فوق؟ 2 عشان احنا يبقى 1 2 3 زي ما اتفقنا، واكتب كده 0 0 ايه 7. اللي بعدها اكتب الهول الاول والبوينت. محتاجين كام زيرو جنب الفور من ناحيه الشمال؟ 2 يبقى 0 0 4. تعال نقراها 4 and 4000. نمبر 16 9 هول نزلها بعدها بوينت. محتاجين كام زيرو؟ واحد بس عشان كده يبقى 1 2 3 1 2 3 كده متعادلين مع بعض يبقى 17. اقرا معايا طيب 9 and 17 وات؟ 17,000. ليه يا مستر؟ عشان احنا عندنا كام بليس بعد البوينت؟ 3 بليسز، ادي واحد وادي واحد وادي واحد. رايت ان وورد، هنا بقى هيبتدي يكتب او يطلب منك الوورد فورم. احنا عندنا النمبر الواحد بيتكتب بكام طريقه زي السنه اللي فاتت؟ 4 طرق. السنه اللي فاتت كان 4، كان في حاجه اسمها ستاندرد فورم اللي هو النمبر من غير وورد او من غير بلس او من غير باي او اي حاجه خالص، بيبقى النمبر لوحديه كده ديجيتس بس. كان في حاجه اسمها اكسباندد فورم ودي هشرحها النهارده ان شاء الله برضو، وكان في حاجه اسمها اليونت فورم او كنا بنسميها في سنه رابعه الشورت وورد فورم. احنا السنه دي هنسميها اليونت فورم، وهنحاول نكتب النمبر ده في اكتر من طريقه، بس هو في المساله دي محتاج مني ايه؟ الوورد فورم بس. يلا يا بطل. اول حاجه اقرا من ناحيه الشمال، ايه دي؟ 2 يبقى نكتب 2 تي دبليو او. البوينت لوحدها كده في النص معناها اند، يبقى نكتب اند. اقرا ال 3 ديجيتس دول مع بعضيهم 167 167. بس لو سمحت دول كام ديجيت اللي انت قريتهم بعد البوينت؟ 3 ديجيت، يبقى لازم تزود كلمة thousand بالتي اتش اس. تمام يا ابطال؟ 2 and 167,000. اللي بعدها بيقول لي عايزين نقرا دي. بسيطة يا مستر، اقرا الهول نمبر الأول 24 البوينت الجميلة and ال 3 ديجيتس اللي بعدهم اقراهم عادي جدا كأنك لسه بادئ في النمبر، اقراهم لوحديهم 428.
اسكت؟ طبعا المفروض تكمل عشان تقول له هم دول عددهم كام ديجيت؟ 3 ديجيت، يبقى نكتب 1000. طب يا مستر لو كان عددهم 2 ديجيتس بس بعد البوينت كنا بنكتب 100. طب لو عددهم 1 ديجيت بس بعد البوينت كنا بنكتب تنسز. السؤال اللي بعده 600. اكتب 600 اللي هو الهول بارت. 600 and اللي هي البوينت. اقرا الاثنين دول بس لان الزيرو في الشمال مش هيتقري. 41. دول كام ديجيت كلهم من بعد البوينت؟ 1 2 3 1 2 3 يبقى نقول thousands. اللي بعدها 86.009 يبقى هنكتب الجزء اللي هو الهول الاول 86 and 9 بس in I واسكت. انا خلصت قرايه اهو كده 9. لا ما اسكتش، اكمل شغلي اكتب thousands عشان ال9 موجوده في الثيرد ديجيت. ده بقى حضرتك هتقراه لوحدك وتكتب لي الانسر بتاعك في التعليقات. تمام؟ عشان برضه يبقى انت معايا، ما تبقاش تحفظ او ما تبقاش بتشاهد بس، انا عايزك تشوف وعايزك تكتب بايدك، يعني يكون معاك ورقه وقلم وتحل معايا الحاجات اللي انا بسيبها. وكمان يا ريت توقف الفيديو كل شويه وترجع تحل المسائل لوحدك تاني. اللي بعدها بيقول write the place value of each of underline digit. What is the place value? Place value يعني العنوان. انت عندك السنه دي في عنوان لساكن جديد اسمه thousands اللي هو الثيرد ديجيت بعد الايه؟ البوينت. تعال نشوف مع بعض. لو هو كان عايز ال7 بس، نحكي برضو الحكايه. لو عايز 7 كنا هنقول وانس، لان ده شغلنا بتاع اولى ثانيه ثالثه رابعه. كنا هنقول ايه؟ وانس. بعد البوينت على طول كنا هنقول ايه؟ تنس. بعد ال6 اللي هي تاني ديجيت على طول كنا هنقول هندردز. طيب اخر ديجيت في ناحيه اليمين هنقول ايه؟ thousands. يبقى هو عايز البليس فاليو يعني اسم المكان اللي الديجيت عايش فيه. هو عايز انهي ديجيت؟ الاندرلاين اللي تحتيه خط. انا بس كنت بشرح لك ده وبشرح لك ده عشان تفتكر معايا السنه اللي فاتت، لكن هو عايز ال8 بس يبقى اكتب له thousands. طيب هنا برضو في 8 بس يا مستر ال8 المره دي جايه فين يا حبيبي؟ جايه في الهول بارت قبل البوينت. يبقى ده شغلها بتاع اولى ثانيه ثالثه. خد بالك بقى، كنا بنسمي ده ايه في سنه اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي وثالثه ابتدائي؟ كنا بنسميه وانس. البليس فاليو هنا وانس. طب البليس فاليو هنا 10. البليس فاليو هنا 100 من غير تي اتش. ملناش دعوه بالجزء ده خالص اللي هو الديسيمال بارت، ملناش دعوه بيه. هو عايز يقول لي ال8 موجوده في انهي جزء الاول؟ موجوده في الهول بارت. يبقى هنحله عادي بالزيروز بتاعه سنه اولى وثانيه ابتدائي. او لو هو عايز البليس فاليو يبقى فاكرين المكان ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه 100. طبعا لو عايز الفاليو كنا هنكتب 8 وجنبها 2 0 وخلصنا على كده. هو عايز من هنا مين بقى؟ عايز ال7. عايشه فين ال7 دي؟ عايشه في الهول بارت؟ ابدا. عايشه في الديسيمال بارت؟ عايشه في الديسيمال بارت. يبقى نبدا. اول ديجيت بعد البوينت اسمه ايه؟ شاطر، تنسس. تمام كده يا ابطال؟ تمام يا مستر. همسح لك برضو ده عشان ما تتلخبطش. هو كان عايز من هنا مين؟ ال7. ال7 موجوده فين؟ اول ديجيت ورا البوينت على طول وانت بتكتب، يبقى ده اسمه تنس. هنا عايز مين؟ 0. واحد يقول له يا مستر 0. الزيرو هيبقى 0.
لو كان عايز الفاليو كنا هنقول زيرو، لان الزيرو مهما يتوجد في اي مكان هو زيرو، لكن هو عايز يقول لك المكان او العنوان اللي عايش فيه الزيرو، يبقى نقول له بالكلمات. الزيرو ده عايش فين؟ زي بالظبط ال7 ما كانت عايشه، كانت عايشه فين؟ في التنس، يبقى الزيرو برضو عايش فين؟ في التنس. هنا زيرو برضو، بس موجود فين؟ في الهول بارت؟ ابدا، يبقى انا مش محتاج الهول بارت خالص. في الديسيمال بارت موجود في اول واحد؟ لا. موجود سكند؟ السكند بليس ده كان اسمه ايه؟ هاندردز، يبقى نكتب الكلمه بتاعت هاندردز. يبقى لو موجود في اول بليس يبقى تنسز، تاني بليس يبقى هاندردز، تالت بليس يبقى ثاوزندز. فاليو اند بليس فاليو، هو عايز هنا بقى المره دي يا ابطال الفاليو، اللي هو هنكتب الحاجه بالزيروز بتاعتها، مش هنكتبها بالوورد، هنكتبها ديجيتس بس. نقول بسم الله. الفاليو بيحب نفسه، اناني، والاناني ما بيبقاش شايف اي حد اللي هو بس. زي مين كده؟ زي الايت، مش شايفه لنفسها عشان هو عايز الفاليو. ال8 بتحب نفسها، يبقى مش شايفه ال7، يبقى زيرو. بس البوينت تبعنا، البوينت لازم في النمبر في الديسيمال بتاع الدرسين الاول والثاني وهكذا وانت ماشي، لازم تلاقي البوينت معاك ثابته، ما بتمشيش خالص. يبقى ال8 غصب عنها لازم تشوف البوينت، لكن لو ديجيت مش هتشوفه. يعني ال6 مش هتشوفها، ال4 مش هتشوفها، ال8 شايفه نفسها، يبقى الفاليو بتاع ال8 0.008. عايز تكتبها في الفراكشن فورم براحتك يا حبيبي، اكتب لاين واكتب ال8 من فوق و1000 من تحت. طب ليه يا مستر كتبت 1000 ما كتبتش 100 او 10؟ عشان دول كام ديجيت مكتوبين يا حبيبي؟ 1 2 3، يبقى نكتب 1000. اتفقنا؟ يا دي يا دي. عايز نمبر 2، عايز مين؟ ال8. هو هنا 8 وهنا 8، هنا 8 انانيه وهنا 8 برضه انانيه، مش هتشوف الا نفسها. ال8 هتشوف نفسها، مش هتشوف ال4 ولا هتشوف ال6. والبوينت هتشوفها، ماشي، هنشوف هنتصرف معاها ازاي دلوقتي. مش هتشوف ال7 ولا ال1 ولا حتى ال6. اقرا يا حبيبي كده، احنا بنقرا منين؟ من الليفت. 800. كمل. اند ايه ده؟ اند ايه؟ هوا؟ ده زيروز كلها، يبقى مفيش اند خلاص. المكان اللي كان ممكن تقراه ويبقى ليه لازمه او ليه معنى لما يكون ديجيتس عاديه، اي حاجه غير الزيروز، لكن في كله زيروز، يبقى البوينت نفسها مش قادره تتكلم، مكسوفه من نفسها، ما تكتبهاش لان مش جايه معاها حاجه خالص. يبقى حضرتك هتيجي كده وتروح ماسح البوينت وال3 زيروز من هنا كده. نمبر 3 9.726، عايز الفاليو بتاع ال7. ال7 انانيه، ابدا من ناحيه الشمال. هل ال7 هتشوف ال9؟ ابدا. هتشوف البوينت غصب عنها. هتشوف نفسها؟ هتشوف ال2؟ لا. هتشوف ال6؟ لا. يبقى الاجابه بتاعتك 0.700. اقرا كده، تعالى نقرا. مفيش حاجه هنا، يبقى مش هنقول اند، بس لازم غصب عننا نقرا ده اسمه ايه لوحده كده؟ 7. يا مستر 7 ايه بقى؟ تنسس. يبقى الزيرو ده والزيرو ده مالهمش اي لازمه في الكتابه. طب يا مستر نسيتهم في الامتحان وخرجت، اقعد بقى اقول لزميلي ده انا غلطان وانا هاخد زيرو؟ ابدا يا حبيبي، لو سبتهم مفيش مشكله خالص، كتبتهم برضو ما عنديش اي مشكله. خلاص كده، عشان ما تقولش ايه احنا حاجه خدناها ومش مش هكتبها او كتبتها وزودت ونتلخبط، ملوش لازمه. اهم حاجه عندي الفاليو بتاع الحاجه اللي هو عايزها، ما بتشوفش لنفسها بس. نمبر 4 إذا فاليو اوف، عايز الزيرو. مستر لسه حضرتك قايل في البيج اللي فاتت لو عندنا زيرو يبقى الفاليو بتاعه زيرو. اي مكان موجود فيه الزيرو مش فارق معايا والله، حتى لو موجود في المليون
هو الزيرو خلاص بالنسبه لنا حاجه ملهاش لازمه. في الفاليو يفضل زي ما هو زيرو. جه بقى في ال100، جه في ال100، جه في الوانز، جه في ال10، جه في الثاوزندز، هو زيرو. لكن لما يقول لي بليز فاليو لازم اكتب العنوان بتاعه. هنا بقى ليه لازمه، هنا يطلع باشا. الزيرو امتى بيبقى ليه لازمه؟ لما يطلب مني البليز فاليو بتاعه. نمبر 5 طالب مني المكان بتاع ال1. حبيبي يلا، ال1 هتشوف نفسها اهلا انانيه. ال6 مش هتتشاف، ال3 مش هتتشاف، غصب عنها لازم تكتب البوينت. مش هتشوف 2 ولا هتشوف 0 لان ده هوا اصلا، ولا ال7. في حاجتين هنا لازم يتشالوا. اقرا يا مستر، ديت هتكون 10 يعني الزيرو ملوش لازمه. امسح الزيرو يا مستر، اهو مسحنا الزيرو. تمام. كمان حاجه، البوينت ما عندهاش حاجه يعني تفتخر بيها. بوينت ايه؟ ولا حاجه، هوا. يبقى حتى البوينت نفسها ما عادش لها لازمه. لسه قايلين المعلومه دي من شويه. امسح البوينت واللي وراها. يبقى الانسر بتاع الفاليو بتاع ال1 هيبقى 10. كومبليت. جينا بقى للحاجات الحلوه. الله. 5 tenths equals what hundredths. حبيبي لما تلاقي المساله فيها ارقام وكلام حولها لفراكشن. ده ابسط بالنسبه لك خالص. حول المساله لفراكشن. ازاي يا مستر الكلام ده؟ 5 tenths يعني خط كده اللي هو فراكشن بار، 5 من فوق و10 من تحت. تمام. طب الكلمه دي كلمه ايه؟ hundredths يعني خط كده و100 تحت. طب انا عايز دول يكونوا زي بعض. دي صغيره عايزه تكبر تبقى زي ال100، يبقى نعملها باي كام؟ باي 10. مستر ريح دماغك وقول لنا المعلومه على طول. زود زيرو وزود زيرو. يبقى هنا كام يا حبيبي؟ 50. هو كاتب هندردز، انت حضرتك ما تكتبش الهندردز، اكتب الرقم اللي فوق الهندردز اللي هو ال50. يبقى ال5 tenths equal 50 hundredths. تاني، لما تلاقي كلمة رقم ايكوال كلمة رقم، حول المسألة بتاعتك إلى فراكشن عشان تبقى أوضح بالنسبة لك. نمبر بي، the value of the digit 6 in the number. عايز مين يا حبيبي؟ 6 أهو. عايز مين يا بابا؟ الفاليو. يا أناني يا أناني. يبقى مش هتشوف ال2 ماشي. غصب عنها لازم تشوف ال6 البوينت. ال6 لازم تشوف البوينت. هتشوف نفسها، مش هتشوف ال1، مش هتشوف 2. لما تكبر شويه وتتعود على المسائل دي انت من لوحدك ما تكتبش الزيروز الزياده اهو. يبقى الفاليو بتاعنا كام؟ 0.6 او 6 tenths. ممكن تكتبها كده وممكن تكتب فراكشن بار فوق منها 6 وتحت منها 10، الاثنين ذا سيم. letter C، the place value of the digit مين يا بابا؟ 5. فين ال5 يا حبيبي؟ اهي. اوعى تغلط وتقول لي مش شايفه على نفسها. لا يا بابا، ده بليس فاليو، عايز عنوان. العنوان بيتوصف ازاي؟ بيتوصف بكلام. هنكتب الكلمه. كلمه ايه دي بقى؟ او ال5 عايشه فين؟ في الجزء بتاع الديسيمال. يبقى الهول نمبر ملوش لازمه. تعال نشوف بقى البوينت. اول حاجه بتيجي وراها اسمها ايه؟ مستر احنا كبرنا بقى، خدناها السنه اللي فاتت والله. تنس. يبقى اول رقم يجي بعد البوينت على طول اسمه تنس، وهو عايز ال5 يبقى نكتب كلمه تنس. the place value of the digit 4 اهو. ال4 موجوده فين؟ في الفراكشن، في الهول نمبر؟ لا. موجوده في الديسيمال نمبر او الديسيمال بارت؟ موجوده في انهي مكان؟ بعد البوينت على طول؟ لا. تاني حاجه بعد البوينت يبقى اسمها هندردز. يبقى اسمها ايه؟ هندردز. ممكن ما اكتبش الايه؟ الاس عادي. ذا بليز فاليو اوف ذا ديجيت 4. هنحدد احنا محتاجين مين؟ محتاجين الديسيمال بارت. الديسيمال بارت فيه 3 عناوين. العنوان الاولاني اسمه تنس، العنوان الثاني اسمه 100، العنوان الثالث اللي مش موجود اللي احنا خدناه النهارده برضه اسمه ثاوزندز. هو عايز هنا مين؟ ال4. يبقى ال4 بتاعتنا ساكنه فين؟ في الهندردز. choose the correct answer. بيقول لي
نمبر كبير قوي كده فراكشن، وبيقول لي انهي واحد في دول. انا هعتبر دول كلهم مش موجودين. انا ملاحظ ان كلهم بوينت ما عدا واحد مش بوينت. يبقى هو عايز يغير الفراكشن فورم يخليه ديسيمال فورم. ازاي يا مستر؟ خدناها النهارده كتير قوي. في هنا حاجه قبل الفراكشن ولا مفيش؟ مفيش يا مستر. يبقى نحط 0 بوينت. كام 0؟ 1 2 3. كام ديجيت؟ 1 2 3. نكتبها زي ما هي، مش هنزود عليها حاجه. يبقى 0.555 موجوده فين؟ في اخر واحده. الله عليك، نجم سنه 5 ابتدائي، نجم. نمبر 2 يا بطل، 75 اوفر 100. عايزها بالديسيمال. مين قال لك ان بالديسيمال؟ عشان كل الانسرز بتاعتي فيها بوينت. طيب يلا نحولها. هنا في حاجه قبل الفراكشن؟ ابدا. يبقى هنكتب 0 بوينت. في كام 0؟ 2. في كام ديجيت؟ 2. يبقى هنكتبهم على طول زي ما هو 75. مفيش داعي ان احنا نزود زيروز، عشان كده متعادلين. 0.75 مش موجوده الا فين؟ في لتر سي. اللي بعده نمبر 3. هنا كاتب وورد كتيره وعايز يشوف مين اللي بيعبر عن الوورد دي، مين اللي الصح في دول. احنا هنعتبر نفسنا مش شايفين دول خالص، ويلا نحل. كلمه السر اللي هي الاند، اللي هي ديسيمال بوينت. ده اول حاجه. ايه اللي بيبقى قبل منها؟ ده اسمه الهول بارت. كام يا حبيبي؟ 3. يبقى 3 بوينت. ايه اللي بعدها؟ هنعمل 3 شرط، لربما يكون قايل ثاوزندز، اللي هو اعلى حاجه خدناها السنه دي. حتى لو كان هو كاتب هندردز وفي شرطه زياده هنبقى نمسحها عادي، مفيش مشكله. بس انت اعمل احتياطاتك لحد ضيف زياده يجي، يبقى نكون سايبين كرسي كده جنب ورا الباب كده لاي حد ضيف زياده بنقعده عليه. تعال نشوف مع بعض كده هو كاتب ايه يا حبيبي؟ هندردز. يبقى احنا مش محتاجين ده. ايه بقى؟ كاتب 75. حولها كده لديجيتس. ادي 75. محتاجين لها كام مكان؟ مكانين. ما هم مكانين اهم يا مستر اهو. يلا نحل. 3.75 حلينا. نظرك يكون على الحاجه المطلوبه بالظبط. نمبر 4 27 اند ايه؟ بوينت الاول. يلا اللي قبلها، كل اللي قبلها، مش حاجه واحده بس، كل اللي قبلها. ايه ده؟ 27. يبقى هنكتب 27 بوينت. اللي بعدها هنعمل 3 بليسز كده لربما يكون عايز ثاوزندز. ايه بقى؟ هي دي والله انا كنت خايف من دي. حصل ثاوزندز. ايه بقى الكلمه اللي مع الثاوزندز؟ 66. اكتبها يا بطل. 66. هم دول 3 ديجيت ولا 2 ديجيت بس؟ دول 2 ديجيت بس. طب والثاوزندز بيعوز كام ديجيت؟ بيعوز 3 ديجيت. يبقى انا عايز اخلي دول 3 ديجيت، ازود لهم 0 الاول قبل ما ادخلهم البيت بتاعهم عشان ما نلخبطش. يبقى 066. موجودين فين يا مستر؟ موجودين فين؟ فكر كده. بالظبط لتر سي. اوعى بقى نتلخبط ونختار دي او نختار دي، فيها حاجات متشابهه اهي. تمام يا ابطال؟ تمام يا مستر. الله على الجمال بتاع اول ليسون. 71,000 عايز يختار مين في دول 71,000. مستر كلمه رقم حول فراكشن. thousands يبقى نكتب في الدينيمينيتور 1000 وفوق 71 حولناها لفراكشن. بصيت في التشويسز بتاعتي ما لقيتش فيهم فراكشن، لقيت كلها بوينتس. يبقى ممكن حضرتك، انا بدربك بس ازاي تحول من فراكشن تاني لديسيمال. عايزين نحولها لديسيمال. عد يا مستر 1 2 3 1 2. يبقى احنا محتاجين 0 في المكان ده. في حاجه قبلها؟ ابدا. يبقى 0 بوينت. اكتب ال 3 ديجيتس اللي فوق. 071 موجوده فين يا مستر؟ بي اهي بالظبط. برضه تاني الغلطه هي دي 17 دي 71 موجوده فين؟ اهي. هنا بقى بنختبر الطالب المركز من اللي مش مركز، بعد ما يحل صح يختار غلط. تمام يا ابطال. ادي ليسون 1 وادي حكايته. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم مستر ممدوح.